3 2 1. تعالوا نعمل الكبسه بالفراخ. لا لا لا، قصدي بالبانيه. ماشي، الفراخ البانيه. نفتح بقى على البوتاجاز كده. احسن زاويه انا بستخدمها هي الزاويه دي. نفسي اجيب البوتاجاز كده بس مش عارفه اعدله كده بس مش هينفع. هنزل بشويه زيت. الكميه بقى حسب اللي انت هتستخدميها انت. كل حاجه كل ما تزيد كل ما تزودي بقى توابلك، كل ما تزودي الزيت كل ما تزودي كل حاجه. ماشي، انا هعمل نص كيلو رز بسمتي. الكبسه دي ممكن تتعمل بالرز العادي عادي. تمام، ده اللي مش امكانياته رز بسمتي. طبعا الرز بسمتي بكام؟ ب 200 جنيه الكيلو. انا جايبه نص كيلو ب 100 جنيه الكيلو. جايبه نص كيلو ب 50 جنيه. في ناس ما تبقاش امكانياتها الرز بسمتي تعملها بالرز العادي عادي، مش هيقول لا. وانا عادي، انا عن نفسي انا ممكن اعملها بالرز العادي. طبعا فرمه بصل، بصلايه وسط. خدتي ايه يا خرابه يا خرابه؟ كلب جه خطف ومشي. خدتي ايه؟ كنت بدور على حاجة. لا انت خدتي حاجه. لا لا انت خدتي حاجه. لا، لا اخدتي حاجه، والله العظيم خدتي حاجه. خدتي حاجه من هنا. انا كنت بشوف حاجة، كنت بدور على حاجة بس. حاجة بس. لو لقيت حاجه اتخربت جوه في الاوضه هضربك. امبارح اكتشفت اكتشاف رهيب عاملهولي. خرابه خرابه، ما انا بقول لكم خرابه. بوظت لي المكياج بتاعي ومخبياه. بتقول لي حطي من التاني، اقول لها لا فين التاني؟ تقول لي لا ما انا معرفش لحد ما اكتشفت. بس ضربتها. نقعد بقى نحمر كده البصلايه. وبعد بقى اما البصلايه هي اصفرت هجيب التوابل بتاعتها. توابل كبسه الهام، معرفش مين اللي مسميها بس هي طلعت كبسه الهام. المفروض الكبسه ديت احنا بنعملها من زمان، ما نعرفش اسمها الا الهام الا الايام دي. تعالوا نشوف بقى التوابل. انا حطيت اول حاجه نزلت بمسمار اللي هو القرنفل. تمام، نزلت بتلاتة 4 كده قرنفل. بعد كده نزلت بعود قرفه كسرته. ماشي، ودلوقتي جايبه ليمونه. الليمونه مش راضيه تتكسر معايا كده، لازم اخرمها من النص. قعدت اكسر معاها لحد ما اكسر فيها لحد ما اتكسرت مني واتفتفتت. وبعدين معايا توابل الكبسه. التوابل دي انا عاملاها جايباها وعاملاها على ايدي. المهم جايبه البانيه. انا ولا هعملها باللحمه ولا هعملها بالفراخ ام عظم، انا هعملها بالبانيه. جايبه بانيه قطعه من الفرارجي، وانا مقطعاها كده زي قطع اللحمه. وطبعا غسلاها غسله كويسه، ونزلت بيها بعد ما حطيت التوابل ديت. نزلت بيها وبعدين نزلت بماجي بودر. وبعد كده معلقه صلصه بسيطه زي ما انتوا شايفين. وده حبهان 3 4 كده حبهان، نفتحه كده من النص وننزل برضو بيه ونفضل نقلب. وحطيت كمان فلفل اسود. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي اشتراك ولايك. ماشي، هفضل بقى اقلب فيها لحد مثلا ما تحسي ان هي خدت نص تشويحه. وبعد كده هنزل بالميه الرز المقدار اللي انت هتستخدميه. انا قلت لكم ان انا مستخدمه نص كيلو. خلاص، هي ما بتاخدش وقت طويل على في النار، لان دوت بانيه ومخلي وما بياخدش وقت خالص. ونزلت بقى بعد كده بالملح.
زي ما انتوا شفتوا كده معايا. بعد كده جايبه الرز المنقوع حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، وغسلاه كويس، وبعدين نقحته عشان الحبايه تطلع ايه طويله، وصفيته كويس، ورحت نازله بالرز على الميه، سويته كده زي ما انتوا شايفين على في الميه بتاعته. ما تقلبوش كتير، انتوا تظبطوا الملح عشان الرزية ما تتكسرش منك. وبعد كده انا نقلته على العين التانية، وهديت ايه النار عشان ايه كبسة الهام تستوي على نار هادية بعد ما تشرب ايه الميه بتاعته. بعد كده جبت زي ما انتوا شايفين كده طاسة، حطيت شوية زيت، حطيت بصلاية زي ما انتوا شايفين حلقات كده، حطيت قرن فلفل، حطيت طماطم حلقات، وهقعد اديها تشويحة كده شوية لحد ما تدبل معايا. الصلصة ديت اللي انا هاكل بيها كبسة الهام، يعني ما ينفعش كبسة جيهان. تمام. اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي برضو اللايك ويشترك في القناة. جبت بقى البصل بالطماطم بالفلفل، هضربهم في الكبة مع ملح، شوية كمون، شوية خل. ما عنديش ليمون، استغنيت عن الليمون وكملت عملت بالخل وحتة تومة. ماشي. اللي عايز يستغنى عن التوم برضو يستغنى عن التوم، وتاكلوا بقى طعم صلصة حلوة مشوية تحفة. بصوا بقى كبسة الهام، بصوا الرزاية طالعة عاملة ازاي، بذمتكم ودينكم ديت رزاية عادية، كبسة تحفة. يلا بقى جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بصوا حتى الاستانلس، يعني معظم الناس بينشف بيعمل قعر في الاستانلس، انا بصوا مش مطلعه خالص الاستانلس فيه قعر خالص، الرزايه مش ماسكه في الاستانلس يعني. بصوا المنظر بقى تحفه تحفه، استاهل لايك واشتراك وشير للوصفه، بالله عليكم ما تبخلوا عليا. توفير كمان في الكبسه. قولوا لي بقى الف هنا وتسلم ايديكي.